قبل ما اقول اي حاجه، انا حابب اشكرك لانك لحد دلوقتي بتسعى وبتحاول وبتعافر رغم انه في غيرك كتير استسلم، بس انت اخترت تكون بطل لقصتك. فانا بوعدك انك لو كملت الفيديو للنهايه تطلع منه وانت عندك امل كبير بعيدا عن التحفيز والوهم انك تقدر تخلص منهجك. فيلا بينا. ربك ما بيديش ابدا حمل تقيل غير للكتف اللي يشيل. يا معافر يا معافر اجمد كمل للاخر يا معافر. الإجابة بكل بساطة في وقت كبير كمان، بس ده مش معناه أزنق نفسي أكتر وأكتر. في وقت لما هتقدر وتعرف قيمة الأيام اللي فاضلة. مثلا ممكن تقول إنه دلوقتي فاضل 120 يوم على الامتحانات، أو 110 أو حتى 90. هل 3 شهور قليلين؟ لا طبعا. بس هل أنت مستعد تغير من نفسك وتشوف اللي بيضيع وقتك وتحاول تقلل منه أو تأجله لما بعد الثانوية؟ لو كانت إجابتك فأنا بحب أقول لك إنه هيكون في وقت وشد حيلك. لو كانت إجابتك غير كده فاعرف إنه من غير تضحيات مفيش نجاح. عموما مش موضوع الفيديو الأساسي دلوقتي استغلال الوقت، هنتطرق للموضوع ده بشكل أعمق الفيديوز اللي جاية. لو انت نويت تبدأ بجد من دلوقتي، ايه اللي تقدر تعمله او تمشي عليه يخليك تخلص المنهج؟ بكل بساطة يا حبيب قلبي لازم تمشي على جدول منظم، بيكون جدول لو مشيت عليه تضمن انك تخلص المنهج بتاعك. وبلاش حد يصدق اللي بينزل لك جدول لم التراكمات في 10 ايام او 15 يوما. اصلا دي جداول تنفع للي مخلص المنهج بتاعه، واللي بينزل فيديو زي كده بيوهمك. فهتمشي على الاول كام يوم وتقع بعدها، لانه محطوط فيها كمية لا يستوعبها بشر اصلا، فتضيع وقت اكتر واكتر على بال ما تفوق من تاني. فانا بنفسي قررت هعمل له جدول مناسب، جدول لا هو القصير المخل ولا الطويل الممل، جدول ينفع للي مراكم حبة حلوين في المنهج او حتى للي لسه بيسمي الله على المنهج. اللي هتكلم عنه دلوقتي دي خطة متكاملة مش جدول بس. الجدول ده يعتبر جزء منها. هنقسم الخطة دي 5 أقسام، عبارة عن جدول، كويزات، ابلكيشن، متابعة، مسابقات تحفيزية. وهنتناول كل جزئية بالتفصيل في باقي الفيديو. الجدول هيكون مدته 90 يوم. 90 يوم، مستغرب ليه؟ الجدول ده لمنهج كامل حرفيا. كل يوم هنذاكر جزئية مش كبيرة، نستمر عليه يوم ورا يوم لحد ما نوصل لليوم ال90، اليوم اللي هنكون خلصنا المنهج بالكامل وهيكون عندنا وقت نراجع كمان. جدول مش هيضغط عليك، وكمان لو شديت حيلك حبتين وخدت يومين في يوم خلاص كده انت عديت ليفل الوحش. الجدول ده هسيبه لكم على قناتنا على التليجرام، اكتب في السيرش لنتعاون للثانويه العامه هتظهر لك، وانضم لانه الجدول هينزل عليها، وهنبدا واحده واحده مع بعض لحد ما نخلص المنهج. ولو ما لقيتهاش هسيب لك يوز القناه بالتعليقات، وربنا يجعله سبب من اسباب توفيقكم يا رب. لحد هنا هتكون دي مميزات الخطة المجانية. تقدر تمشي على الجدول يوم ورا يوم لحد ما تخلص. لكن لو عايز مميزات اكتر وتضمن اكتر انك تقدر تخلص المنهج، تقدر تشترك في الخطة المدفوعة وهيبقى متاح ليك فيها جدول، اختبارات، ابلكيشن، متابعة ومسابقات. وبما اننا اتكلمنا عن الجدول في الخطة المجانية، هيكون هو ما عدا انه بنضيفك في جروب خاص بتنزل عليه مهام الجدول كل يوم على هيئة رسوم جرافيك هتفكرك باللي علينا. والجروب الخاص ده كمان تنزل عليه الاختبارات اللي هي تاني مميزات الخطة المدفوعة. تخيل ان كل يوم بتذاكره في الجدول بيكون امتحان بيقيس مستواك وهل ذاكرت كويس ولا لا. بمعنى انه نظام كامل فيه 90 كويز، لو خلصتهم كده المنهج في جيبك. تخيل معايا انه معاك تطبيق بيحسب لك عدد ساعات مذاكرتك كل يوم. هيكون مفيد جدا لو حابب تزود انتاجيتك وتزود عدد ساعات مذاكرتك، وكمان بيديك تقرير اسبوعي لعدد ساعات مذاكرتك خلال الاسبوع بالكامل. وكمان تقدر تحط المهام اليوميه والاسبوعيه بتاعتك من خلاله. وكمان بنضيفك مع جروب فيه 100 طالب ب 100 مركز. المركز اللي بتاخده بيكون بناء على عدد ساعات مذاكرتك، يعني لو مذاكر 20 ساعه في الاسبوع كله ومحدش ذاكر اكتر من كده بتاخد المركز الاول. والتطبيق ده مفيد جدا، هبقى انزل له شرح في فيديو تاني، بس حاليا هو متاح للمشتركين في عضوية لنتعاون. المتابعة بتعتمد على الكويزات. كل كويز بيكون متاح على الجروب الخاص لمدة 24 ساعة. بعد المدة دي الكويز بيتقفل، وبنبعت رسائل شكر للي امتحن وتحذيرات للي ما امتحنش، وبنحاول نشوف ما امتحنش ليه وايه مشكلته.
فالموضوع هيبقى مشجع جدا. وكمان اللي بيمتحن الاسبوع بالكامل بتكون ليه شهاده تقدير باسمه. وكمان لو في اي مشكله في اي ماده او في طريقه المذاكره او اي مشكله غيرها بنحاول نساعد بكل الطرق الممكنه. وبكده نكون شرحنا ايجازا اللي هنعمله في المتابعه. بعد كده ندخل على اخر حاجه عندنا النهارده وهي الجوائز التحفيزيه. الجوائز هتكون مقسمة على اسمين. أول اسم متفوقي التطبيق، وتاني اسم متفوقي الكويزات. متفوقي التطبيق هم أول 3 مراكز في التطبيق هياخدوا شهادة تقدير، وأول 3 مراكز في الكويزات هياخدوا كمان شهادة تقدير بس مميزة شوية عن بتوع التطبيق. ومن فترة لفترة إن شاء الله مبلغ مالي بسيط كده كنوع من التحفيز. فكده الجدول هينزل على جروب التعاون الأساسي، واللي حابب ينضم للجروب الخاص علشان يستفاد بالأربع ميزات الأخيرة يبعت لي على التليجرام على اليوز ده وهبعت له كل التفاصيل. وفي الختام إياك تسمح لحد إنه يحبطك. فكك من الناس السلبيين، أنا واثق فيك إنك كدها وجدود كمان. ياما كتير راكموا وجابوا مجموع في الآخر، وأنا كنت واحد منهم بالمناسبة. وكمان فرصتكم أعلى لأنه معاكم 5 مواد بدل من 7 كانوا مقررين علينا وقتها. لو وصلت لحد هنا أحب أقول لك إنك فعلا عندك الإرادة إنك تخلص منهجك، فشد حيلك يا معافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.